بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم البنات. وش راكم؟ وش حوالكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. طمنوني عليكم، وش ديروا؟ وش حوالكم؟ بالمناسبة نقول ألف ألف مبروك لكل الناجحين في شهادة البيام. العقوبة إن شاء الله للبكالوريا، واللي مداش ماهيش نهاية العالم. إن شاء الله اللي مداش العام الجاي يديه. المهم وش حنقولكم، الفايدة في الصحة والهنا. شوفوا والله العظيم صدقوني يكون ولدك لاباس عليه بصحيح ولا بنتكم على وليداتكم حبيباتي. هنا قلت لكم راهو ولدي نجح، تسمى ولد سلفتي، راهو كي ولدي نموت عليه نموت عليه، عزيز عليا ويشتيني يحبني يموت عليا. شوفوا لي البنات لهنا، رحنا كان نجاروا ليها مسكينة، فرحنا معاها، عندها فرد طفل حتى هي كيما انا. ربي ان شاء الله هي نقول له الف مبروك، وربي ان شاء الله يستره لها ويحفظه لها و... والف مبروك ثاني نعاودها للولاد كامل، ولاد المسلمين كامل. ربي ان شاء الله ينجحهم، ربي يخليهم في المراتب العليا، واللي ما داش العقوبة ان شاء الله للعام الجاي. وش راكم حبيباتي؟ وش ديروا؟ طمنوني عليكم. شوفوا طلت عليكم يا البنات بهذا الفيديو، جبت لكم الفال ان شاء الله. تاع البكالوريا حتى هم ان شاء الله نتمنى لهم النجاح بالتوفيق ليهم كامل. شوفوا جبت لكم البنات الفال كما قلت لكم، جبت لكم غريبية هايلة تذوب في الفم، جبت سهلة مهلة ثم تحضر. وجبت لكم وصفة الرفيس الملاوي. ثاني المرة الجاية ندير لكم الرفيس تاع القسنطيني هذاك تاع بوشقوف ولا مطقبة. شوفوا تبعوا الفيديو الأخير البنات وماكمش رايحين تندموا خلاص، وبربي إن شاء الله تستفادوا من الوصفات نتاعي. وبإذن الله الأيامات الجاية راني نجيب لكم غير الوصفات اللي تحتاجوها. شوفوا البنات على بركة الله نبدأ. بسم الله. شوفوا أول حاجة نبدأ لكم بها هي الرفيس البنات. باه نقول لكم أنا خاصة البنات المبتدئات راهو يدار غير بالدقاق. الدقاق هو السميد الرطب، الا كان يكون السميد ناقص راهو ما يصلح لك. شوفوا انا عندي السميد ناقص كلاه. بالسيف ما درتوش، جاتني تسمى العجينه ما صلحتليش بالسيف يا البنات، لانه السميد ناقص خلاه. ندبر عليكم انا البنات كي تحبوا ديروا النعمه، اشو السميد الرطب تاع كنزه ولا تاع ماما ولا تاع عمور، راهو هايل هايل هايل. تاع عمور هذيك المره كشيت شكاره منه درت بيه المسمنات، جا هايل هايل. شوفوا انا يا اخي الصدق ومصداقيه، مش احنا تسمى نقول لكم الحقيقه، مش يعني نقول لكم انا السميد ديروه اي رفيس ديروه باي سميد عادي خلاه، لا راهو يجي غير بسميد تاع الدقاق ويجي باهي، ويكون السميد تاع الدقاق هذا باهي ماركه مليحه. نبداو على بركه الله. بسم الله. المهم البنات لهنا كما راكم تشوفوا في قصعة درت الكيلة اللي تحبوها، كما نقولوا حنا كيلة صغيرة كيلة كبيرة. أنا عندي هذه الكيلة ندير بها حتى الكسرة بالزبدة، يعني 500 غرام يا البنات. درت بها 3 كيلات، 3 مغارف زيت ولا زوز كما تحبوا نتوما. علاه درنا الزيت باه يجينا هذاك شوفوا هنا درت ثاني كيلة تاع ماء، درت 3 مغارف تاع ربحوا ان شاء الله كامل هذاك نتاع القهوه. ودرت سكر ولا عسل، ديروا بين صبعيكم خميره كيميائيه. شوفوا البنات انا الميت برك خليت العجينه هذيك ترتاح لي، درتها في ساشي ذاك بليتو بالماء السخون، وحطيت في البرمة الماء السخون وحطيتها ترتاح مدة ساعتين كاكا. جبتها كي تجبديها حبيبتي تلقاها على كيف تطوط، يعني ادت حقها من يعني الاخر. ارتاحت كيما نقولوا حنا، وكي ترتاح راهي تساعدك على العجين. هذه العجينه يا البنات سهله ماهله، يعني ثم تحضر. شوفوا لي هنا كيفاه جات هايله. انا راح نعجنها غير في البيترا يا البنات.
لانه ما نقدرش نعجن بيديا. واللي تحب يعني صحيحه ربي يبارك تعجن بيديها. فهمتوني حبيباتي؟ اعجني بيديك حبيبتي بشوي برك. اصلا راهي معجونه، فهمتوني؟ باش نقول لكم انا راهي معجونه، خاطر ما كي تعطوها وقت من الراحه هي شو السميت تاعي ناقص يتحلى البنات. والله شيطني. انا قلت المهم نشارك مع حباباتي. انا درت هكاك برك الوليدات كي سقفوا. شوفوا، اللي تحب دير مشروع دير، اللي تحب والله تسترزق على روحها غير بالدقيق والماء. انت درتي مشروع ندخل عمرك يا حبيبتي. ها هي لهنا. هي شوفوا الطياب ما تطيبوش، ما تحمروها، ما تحرقوها، ديروها كيما هك صفرة خلاص. ها هي البنات على عينيكم. تقلبوا منه من هي فرات، ما تديروش الطبقات هذوك باش ما يغلبوكمش. حكيتها وهي سخونة في هذاك الصيار. ولا هنا نعدلكم اللي تحب دير مشروعها. هو الكيلو كما راكم تشوفوا يدير 45 ألف، يعني يبيع فيه 40 35 كل واحد كيفاه. ونرجع لهنا البنات الغريبية. قلت لكم ذوبت الزبدة، درت هكا شغل راه بالسمن، نحيت منها الماء هذاك يكون تخلو فيها الماء يتخسر لكم. ديروها شغل راهي سمن. واذا عندكم السمن ديروا السمن من الاحسن. عندي كيلة تاع ام وليد كما راكم تشوفوا بكيلة ناقص 70 سكر مغرف فاني. نروح يا البنات نضرب بالباطير حتى تولي بيضة كي شغل كريمة. نرجع ليها نم بالفارينة، نطم بالفارينة. الفارينة يا البنات على فكرة راني قليتها وغربلتها. فهمتوني؟ تقلوها وتغربلوها قوصة تاع ملح، ما تكثروش. هنا هذه راهي الفاني. ضربوها حتى تبيض تولي شغل كريمة. من الكريمة هذيك تروحوا تنشفوا نتوما بالفارينة. فهمتوني يا البنات؟ مش هو كي تديروا الفارينة البنات تدخلوهاش طرية. العجينة تاعكم كي تلموها متخلوهاش طرية، تجي شوية بس متماسكة. اعجنوا مليح، اعجنوا مليح عادي. خراه كي تكملوا خراه تلموا بالفارينة لازم تعجنوا. واش راح نقول لكم يا البنات حبيباتي؟ شوفوا انا هنا درت غير بالكيلة تاع بالمغرف. فهمتوني؟ كما راكم تشوفوا درت غير بالمغرف سكر كلاصي. نتوما ديروا بركا يعني كيما ديروا كاس تاع السمن ولا زبده ذايبه، ديروا السكر كلاصي، ديروا كاس ناقص 70. ها هي ولات لي شغل كريمه. درك نطم بالفارينه ونروح نجيب السنيوه نذري عليها، ندهنها ساعه بالزبده ولا زيت، نرش عليها الفارينه. ومن بعد يا البنات شوفوا انا قلت لكم كلش صدق ومصداقيه. كانش نهار نزيد نعاودها لكم باذن الله. هنا نكيل بالكاس تاع ام وليد، نضيف الاول الثاني. درت لي كيما نقولوا حنا 2 كيسان ونص. هذه البنات درت فيها غير نص كاس تاع، شوفوا 2 كيسان ونص تاع فارينه، ونص كاس قل من نص كاس كاوكاو. لكن عندكم الشاميه الحلوه تاع الترك. عندنا هنا 3 كيسان تاع فرينة محمصة. وعجنوا يا البنات مليح. كي تعجنوا راهي تطرى، متخافوش منها تقولوا يابسه. ها شوفوا كيفاه طرات. المهم ومن بعد نكورها. المهم البنات لهنا بعد ما عجنتها مليح جبت صينيه ولا بلا ولا المهم ذروا عليه الفرينه وجبت الطابع تاعي، كورت الكوريات هذوك نتاع العجينه. وبعد ما عجنتها مليح ونبدا نطبع. سهله يا البنات، سهله ماهله. شوفوا كي تطبعوا ضغطوا برك عليها باش تترسلكم هذيك الثقب. شوفوا الطياب تاعها مده 10 دقائق. ديروا الاخر الفور تاعكم على 150 درجه. المهم البنات هنا ها هي كيف نسبت فيها. وشوفوا البنات غلطني غير كي ما حتى تروحي نصور وما صورتش اصلا. كي طابت كي طيب ديروها في كيسات. تجي تذوب في الفم. وشي هو متزينش باش نقول لكم انا متزينش خلاه. هذه البنات الغريبيه درتها في العيد الصغير. وهذا وين كنت بربي وش بعثتها كي جات المناسبه. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. شوفوا جربوها. هي على ضمانتي وضمان ربي سبحانه. تجي تسخف تذوب في الفم. والبنة هذيك تاع الفارينة مقلية والكاوكاو هايلة.
المهم البنات ردوا بالكم على وليداتكم، ما تقطعوش عليهم. اللي ما داش العام الجاي ان شاء الله يعاود يديه، نعرفهم انا ما داوش وجابوه كي عاودوا جابوه بمعدل مليح. شوفوا الفايدة كامل في الصحة. الصحة تاع وليداتنا هي الرسمي. شوفوا اللي شافوا ربي احنا ما شفناهش. حتى مساكن الضغوطات هذيك والستريس هذا كامل الكل يأثر عليهم. شوفوا الفايدة في الصحة. كاين اللي نعرفهم ما نجحوش وعاودوا جابوه بمعدل مليح. شوفوا واش حنقول لكم، فايدة كامل في الصحة كما ديما نقول لكم. ما تضغطوش على وليداتكم بالعقل بركة. ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي ما داش يديه. بما انه مقبلين على فصل الصيف وتكثر المناسبات، ان شاء الله راح نشارك معكم وصفات ياسر يا البنات. انتظروا فيديوهات جديدة باذن الله، راح نكون معكم قوة.